يسعد اوقاتكم، معكم الشيف فادي. وصفتنا لليوم كتير سهلة وبسيطة بمكونات متوفرة بأي بيت. عصير بولو على أصوله، الأصل الطريقة الأصلية رح تعجبكم كتير. مكونات كتير بسيطة مثل ما ذكرت. أنا عندي هون ليمونتين معصورين، عندي نعناع هالكمية، وعندي كوب من الماء، كاسة مي واحدة، وهون تلج ما يعادل كاستين تلج. مباشرة بأرضنا بالخلاط، بريق الخلاط بنضيف كوب الماء، النعناع بنقطفه بهالشكل، وانا عندي هون سكر 4 معالق طعام بدنا نضيفهم ايضا، والسكر حسب الرغبة، بس 4 معالق بشوفهم كافيين. ليمونتين معصورين مثل ما ذكرنا، وبدنا ننزل الثلجات بهالشكل. هلا بدنا نخلطهم مع بعض. وهلا بدنا نخلطهم مع بعض بهالشكل. وطبعا اهم شيء التلج جوا، لا تنسوا، يعني ما لازم نخلطهم كتير مع بعض. التلج بدنا نحافظ عليه ما يدوب للاخير، يعني 15 ثانية وكافي. هلا بعد 15 ثانية اطيب عصير بولو صار جاهز معكم مثل ما شايفين. شوفوا يا سلام، شوفوا النتيجة، ولا اروع من هيك، ولا اروع من هيك. هلا بدنا نسكبهم مع بعض بقلب كوب، وتعوا معي لإلكم. وهلا مباشرة تعوا معي لندوق اطيب عصير بولو. شوفوا شلون عم ينزل. شوفوا هيك لازم يكون. اذا ما كان هيك اوعوا يغشوكم، اوعوا يغشوكم. اذا ما هيك كان لا تقبلوا. هيك لازم يكون عصير البولو. يا سلام. جربوها هيك وما بتندموا. نكهة وطعم ابدا بالميلي ظابطين. يا سلام على هيك عصير بولو، شي بجنن. فنان يا شيف فادي، فنان. هذا الطيب. الوصفة اليوم كانت أكثر من رائعة. وصفة بسيطة، نكهة ونتيجة ولا أروع من هيك. بتمنى تكون عجبتكم، ولا تنسوا تعملوا لايك وشير واشتراك بالقناة، وإلى اللقاء.